إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لله الأمر من قبل ومن بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذه رسالة تعزية ومواساة وتهنئة أيضا لأهلنا في الشمال السوري المحرر، في إدلب وريفها وريف حلب، وفي تلك المناطق التي تضرر أهلها فحصل ما حصل بهذا الزلزال وهذا الهدم الذي مات به عدد من الناس وهم في عداد الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. فالميت في الهدم شهيد كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تضرر به كثير من الناس بالجراحات وغيرها، وكذلك بهدم بيوتهم ومنازلهم ومتاجرهم وغير هذا من أنواع الأضرار التي يؤجرون عليها ويثابون فيها عند الله سبحانه وتعالى، ويرفع الله بها بلاء أعظم منها. فأهلنا في شمال سوريا المحرر قد بذلوا وضحوا وجاهدوا وابتلوا بلاء عظيما، والله سبحانه وتعالى يضاعف لهم المثوبة في كل ذلك ويرفع عنهم به البلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءكم أجمعين، وأن يشفي جرحاكم أجمعين، وأن يعوض كل مصاب منكم وكل متضرر، وأن يمكن لكم في أرضه، وأن ينصركم على عدوكم وعدوه، وأن يكفيكم شرور خلقه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصركم على المعتدين الظالمين، وعلى كل من اعتدى عليكم، على النظام وجيشه، وعلى الميليشيات الطائفية، وعلى الغزاة الروس، وعلى كل من أراد بكم شرا ينصركم عليهم نصرا مبينا، وأن يحفظكم ويحقن دماءكم، وأن يحفظ عليكم دينكم وأموالكم وأهليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا أهل الشتات جميعا، وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين منصورين موفورين مستورين، وأن يحفظ إخواننا وأهلنا في المخيمات، وأن يكفيهم شر الثلوج والبرد، وأن ينزل لهم من بركات السماء ومن خيرات الأرض، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصب عليهم الخير صبا، وأن يكثر أرزاقهم، وأن يقر أعينهم، وأن يتم نعمته عليهم ويديمها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم أجمعين من كل سوء ومكروه. إنا لله وإنا إليه راجعون. أخوكم ومحبكم محمد الحسن بن الددو الشنقيطي.